واحد النهار حنا جالسين هو دخل علينا، كان جبر الولد مسكين الصار ولا هو بلا صمته وما جيب منين ما كدا على رجلو ثاني هنايا فاتح محرم، طلعت له شويه سكسو، بعث له شويه سكسو، هذيك النوار جبرنا مضرب الطرشه والعينين ديالو هذه زرقاء من هنايا. كتبين على ان كان واحد الاهمال يعني عمد، ان انسان يوقع له حادثه في اي بلاصه من الدار وانت ماشي عساك في مؤسسه اللي فيها نزلاء امراض نفسيين وامراض عقليين. اش عندك شكون اللي حتى الله هو هذا. الحالات اللي وقعت له كانوا كدمات على مستوى الوجه، انه تضرب اليمين والشمال يعني تصرفق بالدارجه، انسان ما كيعليش حتى يدو، كيفاش غيدافع على راسو؟ كيفاش غيغطي غير وجهه؟ عيل ماشي هو هذاك العيل كيشوف فيا كنقول له انا ماما كزيت كعمل هيدا ما كلا والو ولي كله دير عادي زادك مزيونه انا وكيعطو انا كنشرب ولا من هذا شبر الكاس في يدو كيعمل له هيدا. حسيتي ديك الساعه انا ماشي حاجه صح لا داك الشيء ماشي هو هذاك. الا بغيتي فراش معين فئه معينه بين قوسين الثمن وكذا وكذا، الا بغيتي في مثال معامله من نوع خاص اللي هي اصلا معامله ستونداريه يرد لك البال على ابنك او على اخاك او على شكون ما كان، كذلك كله بثمنه. غادي نلخصها في هذه الجمله هذه. كان في ديك الساعه عينو ماشي هي هذيك ضربه في المخرو هذه مقطع من هنا السنان علينا له سنان دخلت مخبعه ما كاين لا طبيب ما كاين لا هذا لا هذا. دخلت صورت قال لها دخل شوف كنتسنى غوص كامل دخلت هذيك صورت تصاور كنجبها العيل عملوا له هذا السنان كتجوهره ودا امو كان بعد يوم نشا على ضعف ضرب عينينا حاولة من غايبه العيل غايب عين وحده مفتوحه وحده بحال تقول لك مقلاصيه ولا ما عرفتش انا مكوفه ولا والله المريض اللي هو الله يكون في عونه عنيف واللي كيتعاطى المخدرات واللي مدمن المخدرات مع اللي مريض بازمات نفسيه في مثال ومسائل في حالات القبال هذا. قالوا لنا جابوه بالكروسه ونزلوه في الباب قدام واحد المراه غارطه مسكينه مريضه بالقلب وبنتها قدامها، نزلوا بالكروسه وخلاوها تما. قال لك الحماق جابوه بني مكاده هذا حماق جابوه بني مكاده الناس خافت عاوتاني جاتنا هذه الثانيه الحبيب ديالي جاتنا هذيك الثانيه باش ينوض عمل ديك الخلفيه هيدا وطاح على ودي ديالو طاح هيدا ومنيه ديالو كانت هو يأذن كيتسنى جماعة جديدة تكمل بالإصلاح هما اللي يكملوها. أنا الولد ديالي كان عيان مرض نفسي. بقاش مرض نفسيا؟ مرض نفسي يعني واحد المدة هادي هو مريض كان كيعمل الدواء كيطلع كيرجع شويش كيجبد حالو ما كاين حتى مشكل، اولا كيعمل الدواء شي مره ما كيكونش ما داك بزاف كيعمل الدواء سيمانه 10 ما كي. المهم هاد العامين هادي العيل كيتعصب وكيمرض ما كينفعش فين كنقول لك هو بيدوك المسكين طلعوني كنطلبوا انا السلطات باش نطلعوهم داكشي كنا ما كاينش موطع ما كاينش موطع لا اله الا الله باش غنعملوا شنو غنعملوا كنمشيو حنايا نزوقوا في الحباب ديالنا وفي الشرطه وكيعدلوا لنا وكيطلعوا لنا بيدهم ما كيجيو مورا مسكين ومشي بيدو. المهم نهار اللي طلعناه طلعته الشرطه واحد النهار حنا جالسين هو دخل علينا نقول لك 10:30 نقول لك 11 ما حنا كنوجدوا باش نوجدوا راسنا وصلنا علينا كان جبر الولد مسكين الصار ولا هو بلا صمته ما جيب منين ما كدا على رجلو ثاني هنايا ما عرفنا لا ضربوا شي واحد حنا في الأوفه ما عارفين دخلنا دوشنا دخلنا المتعه. صبحت انا عند المدير ملي طلعت انا على الصباح نعدو قلت له شافني ماجور قال لي قلت له كيفاش العيل قال لي هرب قلت له لا انا زيد ديالي ما يهربش محمد زيد ماشي من ديك الناس اللي هو تما ما كيكمل ولاد. قال لي طلعوا دابا نطلع قلت له دابا باش طلعوه هيدا عاوتاني ماجور اخر عاوتاني قال لي دابا طلعوه قلت له انا دابا جيت عند المدير دابا غنستشير مع المدير وديك الساعه كيرحم الله بينا شابرين فيلا حتى هذاك النهار كان عنده كان كيجوز الناس ديك ذوي احتياجات خاصه. ايوا المهم كانوا عاوتاني مورا دخلوا شي واحد جوج الناس الامن دخلت عنده السلام عليكم وعليكم السلام قلت له انا الولد ديالي كيفاش وريت له حتى ديك الورقه انا اللي دخلناه 6 في شهر 11 السبت الحد الاثنين كان دخل عليا انا تخلعنا
قلت له دابا كيف جاو؟ قال لي طلعي دابا طلعي. قلت له دابا العيل ملي خصنا له دوشنا له ملي ونروتينا كطاوك الدواء. قال لك لا، ملي نعس ب5 د العشيه وباقي مساهد اوت، راه ما جا على رجلو منين ما كاد سن هنايا. وكان هذا العيل حرامي مطور كمشى عند بنت خالتي تما ساكنه قدامه. ما علينا. قال لي دابا طلعي دابا طلعي. قلت له ما عندي كيف ندير له. قال لي انا صارت موراك اللي غيطلعوا، كاين رجال اللي غيطلعوه. واخا السلام عليكم. وعليكم السلام. هو كان كيبغي يمشي ولا ما كانش كيبغي يمشي؟ هاد المورا الاخرين ما بغاش. طلعناه فتح محرم، طلعت له شويه سكسو، بعث شويه سكسو. هذيك الوالد جبنا مضروب الطرشه والعينين ديالو هذه زرقاء من هنايا. ولدك ولدي محمد زيق واسمه. الوقت اللي عامل هيدا ما كيدارليش. عملت له هيدا وليدي اش عندك شكون اللي حتى الله هو هذا كيهضر معاك متسبب؟ الوالده كيهضر معايا معاود. واخا الدواء ماشي ما كيعطيوناش الدواء، ما احتواش الدواء ديك النوبه. قال لي الوالده انا حتى الوالده انا دابا. قلت له دابا هاد الايام باش نمشي نخرجوا ان شاء الله. وهادي العشاء وحنا درنا له الحوايج ديالو، درنا له الشامبون، درنا له باش يغسل ويبدل عليه الغدا ديالو. عيل ماشي هو هذاك العيل. كيشوف فيا كنقول له انا ماما كزيت كعمل هيدا ما كلا والو. ها ولي كله دير عادي زرك مزيونه انا وكيعطونا كنشربوا ولا مراد شبر الكاس في يدو كيعمل له هيدا. حسيتي ديك الساعه انا ماشي حاجه؟ صح. لا داكشي ماشي هو هذاك، داكشي ماشي هو هذاك. كيقول لي لا هو ديك العساس ديالو. كيقول لي هو على لا هو غير خصو يخرج وكان خصو يخرج وكان. قلت له ان شاء الله غادي يخرج. لا كان الولد ماشي طبيعي، سي با نورمال زعما ديتو. ما عنديش ما نقول لك. العيل الحبيب ديالي كيبلط فيا ينام يشوف اختو بتنا بحالنا وحنا غادي نشوفوا. والله العظيم لا غدا كنا نمشيو من عند كاين شي دواء نحيدوا له من هذا الدواء هذا. لا غدا ان شاء الله حنا كنوجدوا باش نصلي الصباح. الله شرب كويس القهوه كنوجدوا لنا انا والعائله انا وهاجر. وما يعيطوا لنا قالوا بلا نيميرو. قالوا الراجل شبر التليفون قال له تينا باد زيد. قالوا لي باد محمد زيد. قالوا راه هو طاح ودابا الامور ماشي خطيره ودابا راه هو في سردنا محمد الخامس. طاح التليفون بطنا شبرنا مشينا لمحمد الخامس. كنجبروا العيش راه دخلوا الانعاش. العيل ما غتهضر ما غتتكلم. بقينا حنا حتى حضرت الغفله ودخلت. قال لك اسيدي خصو السكانير. 5 سوايع حنا كنتسناو السكانير. جبرت بنتي هذاك دخلت. العايل كان في ديك الساعه عينو ماشي هي هذيك ضربه في النخرو. هذه مقطعه من هنا السنان علينا له السنان. دخلت مخبعه ما كاين لا طبيب ما كاين لا هذا لا هذا. دخلت وصورت قال لها دخل شوف كنتسناو غير السكانير. دخلت هذيك وصورت التصاور. كتبان العيل عاملين له هذا السنان قد جواره ودو امو كان بعد يوم نشا على دا ضربه عينينا حاولة من غايبه. العيل غايب عيني وحده مفتوحه وحده بحال تقول لك مقلاصيه ولا ما عرفتش انا مكوفه ولا والله ما شفتيش شي شفتو غير اختو؟ انا دخلت شفتو من بعد. كان ديك الساعه دخل في كوما. المهم خرجت انا بحالي على برا. قالت لي واحد العائله قالت لي اش قالت العائل هذا الولد هذا مسكين اش خليته. قلت انا قالوا لنا جابوه بالكروسه ونزلوه في الباب قدام واحد المراه غارطه مسكينه بالمريضه بالقلب وبنتها قدامها. نزلوا بالكروسه وخلاوها تما. قال لك الحماق جابوه من بني مكاد. هذا حماق جابوه بني مكاد. الناس خافت. هو مسكين الله يرحمه في هذا النهار جانا النايضه الاوليه هو عارفه ماشي وطاح. عاوتاني جاتنا هذه الثانيه الحبيب ديالي. جاتنا هذيك الثانيه باش ينوض عمل ديك الخلفيه هيدا وطاح على ولدي ديالو. طاح هيدا هادشي في السبيطار. هذيك تقول لها عباد الله ان شاء الله ما هذا الراجل كيموت الولد كيموت. شوف علاش عادش كيجيك انت قالت له هذا واخا ما يجينيش ادخل روح. ديك الساعه كان ديك العين الله اعلم لا حول ولا قوه الا بالله.
انا كنتابع بصفتي ما كنعيش هنايا الحاله من على برا، انما على تواصل تام مع العائله ديالي، وكنعرف بان الاخ ديالي من ديما ولو كيعاني واحد الازمه نفسيه اللي هي استمرت، معروفه عند واحد البلعه ديال الناس اللي هي لا ديبرسيون. انه ما كيعاديش، انسان مسالم، انسان كيتعاطى الدواء ديالو بواحد الانتظام. اش غادي نقول لك، ما يعملوا حتى شي حد من النظام الصحي هنايا عندنا، متابع من طرف الوالدين ديالو والاخت ديالو، وكيحظى بواحد السمعه طيبه اللي اي واحد في الحي ولا في لونطوغاج ديالو يقدر ياكدها. ملي وقعوا الملابسات هذه الحادثات انا كنت كنتواجد هنايا، اتصلوا بنا كيف ما قالت لكم الوالده بطبيعه الحال بواحد النمره مجهوله، ولو ان الارقام الهاتفيه تودعوا عندهم لانهم هما اولياء الامر ديالو في هذه الحاله هذه، بان حقا حادثه وصفوها بالبسيطه وانه كيتواجد بالمستشفى. ملي طلعنا تما جبرنا حاله اخرى، جبرنا بطبيعه الحال اون سيتواسيون كوما اللي كتسمى في الانسان في غيبوبه. الاثر اللي على الوجه ديالو من ناحيه الكدمات والشفاه مفتوحه، كيف ما الصور اللي دعمنا بها هذه الحاله هذه كتوضح، كتبين على ان كان واحد الاهمال يعني عمد، ان انسان يوقع له حادثه في اي بلاصه من الدار وانت ماشي عساك في مؤسسه اللي فيها نزلاء امراض نفسيين وامراض عقليين. هذا واحد الاستهتار خطير الصراحه الله يا ديال ان ديك الناس ما بقاوش مستعدين، ما بقاوش فيهم الحاله يعني الجسديه ولا الحاله النفسيه انهم يعتنيوا بنفسهم. كنوكلوا لهم اناس اللي بين قوسين يعني متكونين مترينارين في هذا المجال هذا، وفي اخر المطاف كيجمعوا يعني الحابل بالنابل كيف ما كنقولوا، كيبقى المريض اللي هو الله يكون في عونه عنيف، واللي كيتعاطى المخدرات واللي مدمن على المخدرات، مع اللي مريض بازمات نفسيه في مثال ومسائل في حال هذا القبال هذا. هادشي ما يمكنش يكون. لا حول ولا قوه الا بالله. لا ولا سيما اولياء الامور ديال النزلاء ملي كيوصلوا تما كيصطدموا بواحد مفاجاه غريبه، ان كيتم المقايضه على جوده الخدمات اللي مفترض ان تقدم النازل في هذه الحالات هادو، يعني كانك تشرب الماء. الا بغيتي فراش معين فئه معينه بين قوسين الثمن وكذا وكذا، الا بغيتي في مثال معامله من نوع خاص اللي هي اصلا معامله ستونداريه يرد لك البال على ابنك او على اخاك او على شكون ما كان، كذلك كله بثمنه. غادي نلخصها في هذه الجمله هذه. وللاسف ملي كتشوف انت ان الانسان اللي كيشتغل في الامن والمفروض يشتغل في الامن هو بيدو كيشوفش من دواء يتعاطى له النازل وكيعطي له الدواء بين قوسين، اذا كاين واحد القول كيقول اذا اسند الامر لغير اهله فانتظر الساعه. كيف يعقل ان ما يكون لا ممرض، حنا كنعرفوا الالزامات والاكراهات ديال الاطباء ما فيها يعني انه ماشي مريض واحد ماشي نازل واحد، ولكن كاين ممرضين كاين مساعدين ممرضين باش ننزلوا حنايا للمستوى ان السيد اللي مكلف على الامن والخبره ديالو في مجال اخر ومتجرب في مجال اخر، انه فجاه يبدا يتعامل في ادويه اللي ماشي باراسيتامول ديال حرق الراس. حنا كنهضروا على ادويه دي سيداتيف، كنهضروا على واحد المسائل اللي هي كتقدر توصل دخلك في واحد الغيبوبه مؤقته، كتقدر يعني تفشلك هذيك الساعه. يعني هادشي فحال واحد الشبكه يعني مقصوده. حنا كنطلبوا باللي غيطالب به اي واحد في هذه الحاله هذه. حنايا خصنا يتسلط الضوء على الحاله في حد ذاتها. كتقولوا لنا حادثه كيفاش وقعت؟ عندكم الحمد لله كاميرات مراقبه اللي واجب يكونوا ديما كيسجلوا ديما يعني اون بحال اللي كيقولوا، انهم يوريونا الا حادثه طاح واش علاش، حيت كان اسلس، واش حيت دفعوا شي واحد ماشي بلعاني، واش وقع واحد التصادم عفوي، واش وقع شجار اللي من الاثر ديالو ان طاح. ان البوليس كمان في التحقيقه ديالو يعني في التحقيقات ديالو وضح لنا بان هذه المساله هذه ماشي يعني غير جات ووقعت صعيبه. وكان نعاود ناكد على القضيه ان الصور كتوضح بان الكسر ديال الاسنان، الشفه اللي مفتوحه اللي اضطرت انها تغرز، الكسر اللي على مستوى يعني العظم الانف العلوي، بزاف انه تكون غير محض الصدفه، او لا انا مسخسخ مثلا بالدواء وجابتها وطيح وفجاه جبرت راسي في غيبوبه. هذه صعيبه بزاف هاد الكونستيلاسيون انها توقع. هادشي اللي كنطالبوا به، وكنبغى نوصلوا يعني ان شاء الله لاعلى سلطه اللي كاينه في البلاد، ان الحقد هذا اللي توفى هذا كيما الحقد حالات اخرين اللي سبقوا للاسف غادي يجيو موراه، انه ما يتعاملش بهم بهذا السيستم ديال الاهمال الممنهج. هادو اناس محتاجيننا كمجتمع، محتاجين الناس اللي متخصصين في مسائل بحال هادو انهم ما يلخصوهمش في واحد يعني حماق.
راه بحال اللي غنقول ولو بالدارجه مبسطه، الحق كاين الحماق وكاين الحماق. كاين انسان اللي عنده ازمه نفسيه، كاين انسان اللي عنده انفصام شخصيه، كاين انسان اللي كيتساب مثلا بانواع من الوسواس القهري. هادو مسائل كامله مختلفه بعضها البعض، ما كنطلبوش كل واحد في بلاصتو، انما يتقاد بعين الاعتبار ان العنف تجاه هاد الناس هادو ما كيفضي حتى شي حاجه، وان ملابسه الحادثه هذه عندها مع العنف بطريقه او باخرى. اذا كان اهمال عامد مقصود فهو نوع من انواع العنف الغير مباشر، ولا كان عنف مباشر عن طريق نازل او عن طريق واحد خدام تما، كيف ما حالات اللي وقعت له كانوا كدمات على مستوى الوجه، انه تضرب اليمين والشمال، يعني تصرفق بالدارجه. انسان ما كيعليش حتى يدو، كيفاش غيدافع على راسو؟ كيفاش غيغطي غير وجهه؟ هذا الظلم في حق هذا الاخ ديالي هذا، الله يرحمه ويوسع عليه وياخذ له بحقه، وهذا اللي كنطالبوا به عبر طبيعه الحال. والمنيه ديالو كانت هو يأذن، كيتسنى جماعات جديده تكمل بالاصلاح، هما عايزين يكملوها. واحد السيد وعدو قال له غتنوب عليا، كيقول له السعيدي باباه كان عاوتاني كيأذنوا، كتعرفوا. لا اله الا الله محمد رسول الله. المنيه ديالو كيعجبو مويش كاع يزويدا وينقص. المهم واحد الشيء كيعجبو يحضر، كيعجبو يفوج، كيقول لي المهم الا كان شي حاجه كنت كنمشي انا وياه حتى المنتهى ديال العود، كنقول له ما تعطرش واخا ما تعشاش يجي بحالك بكري، انا في الفجر كنطلع للفجر حيت راجلي عاوتاني كان في جبل الطار. ايوا لا اله الا الله. جات هذه العائله مسكينه بدات كطيح لي وتخصن ملي شافتو هيداك، حتى هي عندها ما نعم. صافي سير ما احتاجش راه تما بغات الكاميرا غير اختصار اللي مهم. واخا دابا هما عاودوا يحللوا ويعملوا داكشي. انا كفرغ قلبي، تما بغات الكاميرا ماشي انا كفرغ قلبي. شوف خليهم ما نقطعوهاش، هي تهضر، هي مسكينه غير كتخوي قلبها. الناس ما قالناش